هقول لكم على تكنيك مجرباه مع كل الحالات بتاعتي اللي ما بتحبش تشرب ميه واللي بتنسى تشرب ميه. الحل اننا نخلي شرب الميه سلوك وقائي مش استجابه للعطش. طب يا دكتور احنا بننسى نشرب ميه، قولي لنا نعمل ايه؟ كوبايتين اول ما تصحى من النوم، كوبايتين قبل ما تدخل تنام، كوبايتين قبل كل وجبه، وكوبايه بعد كل مره تدخلي التويلت. وبالطريقه دي هنكون دخلنا جسمنا في رينج من 2.5 ل 3 لتر في اليوم. وطبعا مش محتاجه اعرفكم المشاكل اللي بتحصل نتيجه قله شرب الميه، بدايه من قله الحرق وثبات الوزن نهايه بالجلطات والفشل الكلوي. وده بالظبط بيحصل اما الاوزمو ريسبتورز الموجوده في الهايبوثالاموس بتقل حساسيتها مع التقدم في العمر، ودي اللي وظيفتها ومسؤوله عن ارسال سيجنالز العطش للمخ عن طريق انها بترصد تركيز الصوديوم والاوزمولاريتي في الدم. ومع التقدم في السن بتحتاج ارتفاع اكبر في الاوزمولاريتي عشان تدي سيجنالز العطش، وده معناه ان جسمك ممكن يكون داخل في حاله جفاف وانت اصلا مش حاسس انك عطشان. واللي ما يعرفنيش، انا دكتور هبه فتحي، اخصائي التغذيه الاكلينيكيه وتغذيه الرياضيين. عاوزاكم تعيشوا حياه صحيه وتشوفوا ولادكم بيكبروا قدام عينيكم بصحه ومن غير امراض مزمنه وبشكل بسيط ومن غير تعقيد.